تشوفه يبان عليه مكشر شكله يخوفك وخوفك منه يكتفك تبقى عايز تهرب بعيد. انت عملتي كفرز كتير لتامر حسني. هو الدعم الأول بصراحة كان من بداية ما عملت كفرز ليه لحد ما عملت معاه الإعلان. طبعا ده كان طفرة في حياتي، طلعني قال يعني أنا بقى عندي 19 سنة بس خلاص انت بس هغني إيه بقى؟ هي دي بقى النقطة انت عارفه دي حاجه مش بتحصل خالص. شهر الاغاني بتقعد سنين عشان والله. تطلع. فانا رحت داخله كاتبه لها قلت لها احسن منك ايه ده، انا اصلا غنيت الاغنيه دي علشان حلوه قوي، احسن ايه بس احنا هنهزر. يا بنت السلطان حملك على الغلبان دي الميه في ايديكي ومحسوبك عطشان. اهلا بيكم في حلقه جديده. انا مريم عامر وده تايكون زون بيت. النهارده معانا ضيفه مميزه جدا، صوتها قوي جدا ومختلف على ناس كتير، بس وراه حضور واحساس هتسمعوا معانا النهارده يعني. هي بدأت من الأوبرا وقدرت توصل لجمهور كبير جدا على السوشيال ميديا، فرحبوا معانا بميرنا شلبي. هاي يا مريم. ثانك يو. ازيك يا مريم؟ منورانا. انا مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده والله انا مبسوطه جدا لما سمعت صوتك قلت اوكي واو. لا ما هو في بصي حاجة ما كبيرة بتحصل لا هنا. وبعدين احنا ما ينفع انا وانت النهارده هنغني مع بعض. انا حسب في يعني مرة انا ماليش جمهور دعوة. كويس. النهارده انا وانت هنخش هنغني سوا. انا جمهور جيد جدا. طيب انا هشتغل، هعمل دوري كمذيعة اوكي دلوقتي ماشي. وهبدأ أسأل بقى. قولي لنا الأول، انتي تحبي الناس لما تعرف ان ميرنا شلبي معانا النهارده وحد ما يعرفش ميرنا شلبي تحبي اوكي. يعرف عنك ايه؟ احب يعرف عني انه انا شخص بحب دايما لما اخليك تسمع صوتي او لما احببك انك تسمع صوتي تحس ان انا بكلمك، يعني بكلم العقل اللي جواك، القلب اللي جواك، الشخص اللي جواك، الحياة في العموم، تجاربك، كل حاجة مريت بيها او مريتي بيها. بالعكس هحسسك دايما ان انا اقدر اوصل لاحساسك ولقلبك ولمشاعرك. مش بس يعني مش بس شهرة أو كده، لأ نجاح. فخلّيك كمان تصدّق إنه البني آدم عادي جدًا ممكن يوصل لي لقلبي ولمشاعري بنجاح مش لازم بالشهرة. فبالعكس أحبّه دايمًا إن هو يبقى عارف إنه أي حاجة هانزّلها سواء أغاني، سواء covers، سواء أي حاجة هتسمعها منّي هتبقى متأكد وعارف إن أنا باكلّمك أنت لشخصك. كيوت أوي. thank بجد. you. طيب خلينا نرجع بقى للبداية في إمم، الغنى. انتِ ابتديتي الأول من الأوبرا، مضبوط. كان عندِك 12 سنة. آه. إيه الحوار؟ كانوا بيعملوا إيه هناك في بُصّي الأطفال؟ لأ، أولًا إحنا كُنّا بنتمرمط، يعني بجد مش باهزر، إحنا كُنّا كل يوم بروفات. طبعًا إحنا كُنّا حفلات الأوبرا كانت بتبقى دايمًا كورال أطفال، وكنت مع مايسترو سليم سحاب طبعًا العظيم. ف وكُنّا عدد، يعني إحنا فكُنّا في النُص، يعني أنا كنت بابقى في النُص اللي هو ما حدّش سامعني بعيني، بس تمام، يعني أوكي. كُنّا بنتمرمط مرمطة أكنّي طالعة أغنّي لوحدي، وكان لسه لازم علشان أطلع من الفرقة الكورال بتاعة سليم سحاب واطلع أقف solist كان لازم أبقى عدّيت سِن 19، أوكي. فأنا كنت عندي 16. فهو حاول يعمل حركة كده وطلّعني، قال يعني أنا بقى عندي 19 سنة. فأول مرّة يطلّعني على المسرح كان خلاص خدت تزوير الapprove. في تزوير أوراق جدًا. رسمية. خلاص بقى إحنا كبرنا وعدّينا سنين بقى قُل براحتي. فهنا دي كانت أول مرّة. يفتحوا ملف القضايا، طلعت إمتى طلعت الأستاذة؟ إمتى الأستاذة باجيبه بقى من هنا بس فأنا انبسطت جدًا. أنا ساعتها أصلًا أنا ما كنتش عارفة، و وهو بقى يجيبني يمرّني على أغنية معيّنة، وكنا كلّنا بنغنيها كورال. تحضير كانت سري ده. بقى. وساعتها كان قال لي: "هاتي معاكِ فستان أسود." فقُلت له: "ليه؟" قال لي: "هاتي معاكِ فستان أسود." وهو كان دايمًا عنده دي، ما أنتِ مش تكلمنيش عارفة كتير. لحد ما ما لأ، وصلتِ للمسرح أنتِ مش عارفة أنتِ اللي هتبقي لأ الsolist. خالص، أوكي. وباتمرّن عادي مع الكورال. أوكي. وطلعت فعلًا أول جزء كورال. وبعدين تاني جزء وإحنا في الbreak قال لي كانت ساعتها المساعدة قالت لي: ميرنا ما تطلعيش." أنا عملت حاجة غلط والّا ثانية إيه؟ واحدة، هو طلّعِك على المسرح كده. كده؟ إمم. أنا ما تطلعيش، فأنا قُلت طَب هو أنا عملت حاجة؟ أصل هو كمان كان حازم أوي، هو أنا عملت إيه؟ طَب هو أنا مش عارفة إيه، هو كان بيتضايق أوي لمّا حد فينا مثلًا ما يسمعش كلامه في حاجة. أوكي. فماشي، فلقيتها جاية بتقول لي: "الفستان الأسود اللي كان معاكِ." فقُلت لها: "آه." "طَب البسيه." الله!
عارفة معلش بس عندي سؤال، أنتِ كل ده ما شكيتيش إن في حاجة؟ أنا طبعًا جيت في الآخر قُلت ما هو حاجة من الاتنين، يعني خلّيني أطلع أغنّي مع الsolist اللي طالع مثلًا، أقول معاه أي حاجة، يا إما هيقدّمني للناس بشكل أصل أنا يا إما هاقف يا إما أنا مثلًا هابقى واقفة في حتّة جنب الكورال، مش في دماغي إن أنا هاطلع أغنّي كل البُعد، بعيدة كل البُعد، مش في دماغي أوكي، خالص، لحد ما طلعت ووقّفوني كده backstage و وهو قدّمني أوكي. هو قال أنا معايا صوت من الكورال، صوت أنا باحبه، صوت اشتغل على نَفْسه كتير، وصوت أنا مرّنته كتير، وصوت مش عارفة إيه وإيه 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 وإيه، فأنا تقديرًا لمجهودها معايا، وإن أنا كنت حابب أطلّعها بشكل مختلف، بُصّي أنا فاكرة الكلام كويس أوي، يا لهوي! باقدّم لكم أحد فريق الكورال الكورال بتاعي ميرنا شلبي. أنا هنا اتسمّرت مكاني، بجد مش باهزر، أكِن حد داس على الفستان وأنا ماشية، وقّفني فاهمة، أوكي. مش عارفة أمشي أوكي. وجسمي كله بيترعش، وفجأة نسيت أنا باغني إيه، ولا هاقول إيه، ولا أنا باعمل إيه، ولا أنا نسيت، بس خلاص أنتِ بس هاغني إيه بقى؟ هي دي بقى النقطة، الأغنية اللي كان بيمرّني عليها على طول من يوم ما بدأت معاه كانت أغنية أكدب عليك لوردة. عايزين نتكلّم فيها، عايزين نسمعها وبعدين نتكلّم. عارفة نسمع لمّا الأول عارفة أجمل. لمّا بيكدب عليك دي والله العظيم بافتكر وأنا واقفة مش في أنا الكواليس شخصيًا. مش عارفة أطلع، بجد باحس حد ماسكني، فاهمة، اللي هو خلاص يا ميرنا خلاص عدّينا المرحلة دي، يعني ممكن نعمل therapy healing دلوقتي يالّا وتغنيها جدًا، لنا فتنسي يا اللقطة نهار دي. أبيض! يالّا جدًا. نعملها بذكرى جديدة. وعايزاكِ وأنا بقى باغنيها افتكري بقى إيه، فاهمة اللي هو وأنا المشهد واقفة إحنا عايزين نساعدِك تخرجي من التروما. تاخديني معاكِ ليه؟ يالّا يالّا سمّعينا. بينا. أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك، أكدب عليك لو قُلت باحبك، لسه أكدب عليك، وأكدب عليك لو قُلت نسيتك، هانسى أكدب عليك، أُمّال أنا إيه، قُل لي أنت أنا إيه، اختار لي بَر وأنا أرسى عليه، أُمّال أنا إيه، قُل لي أنت أنا إيه، اختار لي بَر وأنا أرسى عليه، أنت حبيبي يعني لسه حبيبي والّا حبيبي عشان كنت حبيبي، قُل يا حبيبي، قُل يا حبيبي، قُل يا حبيبي قُل، قُل يا حبيبي قُل، قُل يا حبيبي. Thank you. طيب أول أغنية عملتيها كانت سببه إيه الرجوع؟ إمم، إيه بقى الشعور بتاع إن أنا باغني الأغنية بتاعتي مش cover، اللي هو آه. لمّا حد بيسمعِك دي الأغنية دي بتاعتي على فكرة. أنا دي أول أغنية خالص single ليّا، وكانت بُصّي هي عارفة لمّا تحسّي حاجة جات لِك كده فجأة، آمم، كانت يعني كانت مش مترتّب لها أصلًا، و واللحن كان حلو أوي وعجبني جدًا، ودخلت سجّلته وخلّصنا وأنا والله ما أعرف الأغنية دي تنزل إمتى، طَب أنا هاعمل إيه لمّا تنزل، طَب أنا هاحس بإيه لمّا تنزل، أنا آسفة سؤال، طبعًا نزلت بعد قد إيه؟ أقول لِك الصراحة، آه، ده بجد والله. بجد. عارفة أنتِ لمّا تحسّي إنه الأغنية لسه حد بيشتغل عليها، أيوه، ولسه هنسجّل ولسه هنعمل ولسه ما أعرفش إيه، وقدّامها 3، 4 شهور و5، 6 شهور عشان تنزل، أيوه. شهر الأغنية كانت release أنتِ عارفة دي حاجة مش بتحصل؟ خالص، ما شهر. فيش حاجة اسمها كده لأ ده أصلًا. في يعني بقى اللي طلعت علّت عليها، الأغنية اللي بعدها يعني أنا كنت الشهر ده حسّيت إنه إيه ده! لأ لدرجة خلصت. إن أنا لمّا نزلت قُلت إيه السرعة دي! طَب أنا ما لحقتش أعمل فيها حاجة، ما لحقناش نشتغل عليها. أيوه. طيب عايزين نسمع صوتِك وبعدين نرجع تاني، فأنا أوكي. هاختار لا مش أنتِ. يعني بُصّي مش اللي أنتِ عايزاه، اختياري لوحدي، اللي أنتِ مش عايزاه. اختياري لوحدي، اختيار ماشي، الناس اللي في الإستوديو. أوكي. عايزين نسمع لمستك عمرو مصطفى. آه، آه، أغنية الأفراح دي. أيوه، هم على فكرة شافوا فيديو عشان كده أوكي، اختاروها. أيوه بالضبط. يالّا بينا، نقول أكتر حتّة فيها أنا باحبها أصلًا وبسببها أنا غنيت الأغنية دي. إمم، ولازم نعيش يالّا قرّب كمان،
تعالى حبيبي لأبعد مكان، ننسى اللي ضاع من ايدينا، نعيش بس لينا، خلاص اللي جوانا بان، ولازم نعيش، يلا قرب كمان. تعالى حبيبي لأبعد مكان، ننسى اللي ضاع من ايدينا، نعيش بس لينا، خلاص اللي جوانا بان. Thank you. الأغنية بجد حلوة دي أوي. أنا أصلًا اتفاجئت إن هي طلبت منّي في فرح أصلًا، يعني هي في بنوتة عروسة قالت لي: "أنا عايزة الأغنية دي." فقُلت لها: "ماشي." أنا كنت عاملاها cover، آه. فقالت لي: "ماشي خلاص أوكي." وقُلت لها: "حاضر." وكده، وسجّلناها تاني مخصوص عشانها، الأغنية كاملة، وطلعت غنيتها لها في الfirst dance. لقيت بعدها 4، 5 عرايس بيكلموني، أيوه. "طب إحنا عايزين الأغنية دي." أوكي. وواحدة تقول لي أنا عايزاها في الentrance، واحدة تقول لي أنا عايزاها في الfirst dance. فما صدّقتش إن هي راحت في الحتّة دي، أنا كنت عاملاها cover، يعني مبسوطة بيها، اللي هو cover إن اللحن ده عجبني أوي. بس هي حلوة أوي، أنتِ بتغنّيها حلوة أوي من كمان. أحلى أغاني عمرو مصطفى، أنا باموت في الأغنية دي بجد. فلمّا عملتها حسّيت إن أنا إيه ده الله! يعني يالّا. وضبطت، وضبطت أيوه، أوي وضبطت كمان. بالضبط. طيب هنلعب؟ يالّا، باحب أنا ماشي. اللعب أوي. وقولي اسم يا نهار الفنانة. أبيض! مين؟ مين اللي طلعت عندِك؟ يا نهار أنغام. ماشي. سمّعينا حاجة لأنغام. ماشي. سيدي وصالك زاد عليّا حنيني، زادني دلالك عشقي وأنت ناسيني، ده أنت النسايم اللي بيها العمر حالي، إمتى يا سيدي تحس بيا تروف بحالي، سيدي وصالك، سيدي وصالك، سيدي وصالك، سيدي وصالك زاد عليّا حنيني. الله! لأ أنغام، أنا خايفة. أنغام لأ هي يعني، طب خلّينا نقف في النُص عشان أنا ما أعرفش مين اللي جاي. أنغام 3. ماشي؟ ماشي، ماشي، عشان أنا مش عارفة مين اللي جاي. أنغام 1 3. ها؟ أنغام. اللي بعده أوكي. أنغام 3. أصالة. ليه بتعملوا معايا كده؟ كل ما تعطلي غني. أص أصالة، أصالة يعني 4. ماشي. أصالة أكتر من اللي أنا باحلم بيه، مش قادرة أخبّي أنا تاني عليه، ده أنا من أول ما قابلت عينيه ناداني حبيبي مع حياتي وعمري اللي أنا عايشاه وأجمل وأصعب، قولت يسيبني وأحس إن أنا وياه ثواني. أصل 4. 3 أنغام، أصالة 4. ماشي. ماشي. استني، هنبوّظ الدنيا أيوه. دلوقتي. شيرين عبد الوهاب. شيرين 1 عشان ماشي. بس نبقى يعني 1. ماشي. أنا ما آه، مش أنا آه. اللي بارتّب. ماشي. على بالي ولا أنت داري باللي جرى لي، والليالي سنين طويلة سبتها لي، انشغالي بكل كلمة قلتها لي، على بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتها لي، انشغالي بكل كلمة قلتها لي. شيرين. آخر طيب. كارت؟ لأ، اللي قبل الأخير. اللي قبل شيرين الأخير 1 وبعدين في 3 أنغام و4 آه، أصالة. أوكي. فإحنا كده فاضل 2 و5. أمال ماهر؟ يا نهار أبيض! لأ 2. أنتِ بتلحقي الموقف. آه.
ربنا يستر بس بالخامس. امال ماهر 2 يعني والله ماشي يا جماعه كلهم واحد. امال ماهر طب تحبي انت نسمع ايه لامال ماهر؟ انا امال ماهر بحب لها كل الاغاني قولي حاجة، بجد. قولي حاجة نفسك تغنيها والله. آم، امال ماهر في اغاني كتير، طب اقترحوا عليا يا جماعه. انا بعشق الغنى. يا نهار ابيض اهي مش همنعك. طيب مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيبلي جرح. مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، أهم حاجة ما تنسانيش وتسيبلي جرح. وابقى افتكرني وخلي في مواعيد، إن شاء الله أشوفك من بعيد لبعيد. لو قلت هنساك همنعك، إزاي عايزني أودعك؟ لكن كمان مش همنعك. Thank you. آخر اسم. إليسا يعني هي 5. 5. طيب ماشي. ماشي. آمم رايحة فين؟ ما خلصناش الحلقة. إليسا إليسا عايشة لك أحلى سنين من العمر يا ضايعين، وفي قلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في لقاك. كان حلمي أكون وياك لو يوم من عمري معاك، وكتير وأنا بستناك يا حبيب القلب وبستناك. يا إليسا أنا عايشة عايزة لك. أكمل اللعبة دي. هنسمعها بتغني كل الناس. طيب في الأغنية الجديدة، آخر أغنية الأعذار المتقالة، أوكي. هي لسه نازلة من شهر. اهم. مبروك. يبارك فيكِ. ألف بُصّي أنا مبروك. سببه إيه الرجوع الأعذار المتقالة، أنا جاية مجروحة. ما إحنا بقى يعني إحنا سمعنا كل الناس، عايزين نسمعِك أوكي. في الأعذار المتقالة. الأعذار المتقالة يالّا نغنيها والّا نتكلم عنها والّا نسمعها وبعدين نتكلم، أو لو حابة ممكن ماشي، نتكلم عنها وبعدين نسمعها. اللي أنتِ عايزاه. أنا معاكِ. بُصّي الأعذار المتقالة الأعذار المتقالة برضه يعني هي جات كده و وفجأة أنا لقيت مدير الإنتاج لشركة viral wave مُنتج رامز سليمان. طبعًا هو يعني هو حبيبي جدًا، 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 وهو أصلًا لولاّ ما كانتش الأغنية تطلع كده. كلمني الساعة 02:00 إحنا كنا بقى لنا فترة بندوّر على لحن حلو، أوكي. كلمات ولحن حلو، ما لقيناش، ولقينا إنه لأ في حاجات دارجة كتير، وفي حاجات بتتعاد كتير، لأ في أحلى، وهو دايمًا عنده في أحلى، في أحلى، في أحلى، ولأ يا ميرنا استني أنتِ ليكِ في لحن معيّن استني عليه. هو برضه متصوّر حاجة معيّنة، أوي، عايز أوي. حاجة تget ومش viral أوي. عايز الموضوع يبقى يالّا لحن وخلاص بنعمل ونغنيه أغنية وخلاص، وخلاص، بالضبط. ف جه الساعة 02:00 لقيته بيكلمني، ميرنا افتحي الواتساب حالًا. ماشي، ففتحت الواتساب، سمعت اللحن، أنا من أول ما سمعت أول نوتة، رُحت مع اللحن كلمته، قُلت له: "إيه ده؟" قال لي: "تعالي بكرة الصبح عند الموزع رامي سمير هنسجل demo احفظي أوكي. الكلمات." أوكي. رُحت وقُلنا طب نجرب، دخلنا سجلنا الdemo، سبحان الله يا ربي يومين والأغنية تقريبًا شِبه خلصت. سجّلنا فيها آلات، ناي ورق وطبلة وجيتارات و وأكورديون، إحنا سجّلنا فيها سجّلنا بجد، أوكي. وفي يومين كل الmusicians جُم سجّلوا، الأغنية كانت خلصانة في أسبوع، جيت أنا سجّلت الfinal، الأغنية كانت mix وmaster خلصانة، صوّرنا يعني الclip بعدها بأسبوع، تقريبًا شهر ونُص الأغنية كانت released. واو! آه، بكل حاجة، بكل حاجة.
ده سرعة خارقة والله، ما بجد بيحصلش كده ما تتخدعوش الفنانين اللي بيبدأوا بجد الأغاني بتقعد سنين عشان والله، تطلع. والله بجد. طب نسمع الأعذار المتقالة. يا نهار أبيض، يلا بينا. من ناحيتها تعب من بعدك، يبقى انت ما تعرفنيش شكلك، ما تخافش عليا في نسيانك، انا هتصرف واعرف اسلك، اصعب من كده عديته عادي، فبلاش تشغل بالك بيا، خليك بس انت في حكاياتك، أما حكاية أنا سيبها عليا، من غير ما نحاسب ونراجع ونقلب في جراح ومواجع، ما تحسسنيش إنك واقع وعايز نداويك، خلصت وما فيش بينا كمالة، ما بقاش مشاعر شغالة، كل الأعذار المتقالة مش لايقة عليك. بس. حلو أوي. يعني بُصّي، هي قالت خلاص. أيوه هي. آه. طيب أنتِ عملتِ covers كتير لتامر حسني، اهم. هو بيشوف الcovers دي وبيتفاعل اهم. معاها؟ حقيقي. أوكي. هو الداعم الأول بصراحة، كان من بداية ما عملت covers ليه، ولأ يعني لحد ما عملت معاه الإعلان الإعلان اللي عملته معاه طبعًا ده كان طفرة في حياتي. آمم، أنا هنا بدأت أحس إنه لأ، هو مش بس داعم social media، هو كمان في داعم أساسي الحقيقة. في الحقيقة. لأن أنا كمان على الطبيعة أنا كنت دايمًا عارفة متخيلة اللي هو بيحب يدعّم الناس social media لأ، هو في الحقيقة مش ممكن على جمال القلب والدعم اللي بيطالع من عينيه، وهو بيحاول يبرز الحلو اللي فيكِ والموهبة اللي فيكِ في كل تفاصيلها. فلأ، تامر حسني عندي في حتّة تانية الصراحة. بس برضه كنتِ قُلتِ قبل كده إن بُشرى دعمتِك في البداية ومن آه. الناس اللي وقفوا معاكِ. بُشرى كنت أنا عاملة الmedley بتاع إعلانات Orange، و والmedley ده كان بدايته الأغنية بتاعتها، اللي هو تشوفه يبان عليه مكشّر شكله مخوّفك وخوفك منّه يكتّفك، كانت صُدفة، كُنّا عاملين medley كده، يعني كان ماشي بالحتّة دي هو وأنا أصلًا الشباب برضه كانوا طالبين إن هم يسمعوا لأ ما هو بس medley طويل شويتين 3. فإحنا ممكن ناخُد منّه حتّة، لإن هو الmedley تقريبًا كان 6 دقايق حاجة كده، أوكي. فالجزء الأولاني ده هي عملت له share وكتبت عليه يا جماعة غنِّتها أحسن منّي. أوكي. فأنا رُحت داخلة كاتبة لها قُلت لها: "أحسن منِّك إيه ده أنا أصلًا غنّيت الأغنية دي علشان حلوة أوي، أحسن إيه بس إحنا هنهزر." فلأ دخلت بالضبط هي كتبت كده جماعة أنا بادعّم أوي الmedley ده، خشوا اسمعوه والبداية دي اتغنِّت أنا ما شُفتش اللحن ده اتغنّى أحسن منّي غير منها، بس شكرًا. نسمعها بليز. يا نهار أبيض! تشوفه يبان عليه مكشّر شكله يخوّفك وخوفك منّه يكتّفك، تبقى عايز تهرب بعيد، وبعد ما تعرفه بيطلع طيب وابن ناس، جدع وأصيل مليان حماس، تقول كسبت صاحب جديد. وجودك شيء مكمّلني لإني لوحدي مش باقدر، ملامحك كلّها منّي يا دوب الاسم متغيّر، مجرّد بس ما تصبّرني وتقول لي أنا جنبك تطيّب خاطري من هَمّي بكلمة طالعة من قلبك. الله! عجبِك النوع ده من الmedleys mashups أو يعني جدًا. رايحة في السكة دي أكتر والّا الأغنية على بعضها الكاملة؟ لأ الmashup ليه؟ لإنه أنا عامةً باحب فكرة الmashup والmedleys لإن لمّا جرّبتها حسّيت إنه الجمهور لإن أنا عملتها كذا مرّة على المسرح، يعني جرّبت قدّام الجمهور أغنّي medley حتى لو هياخد منّي 10 دقايق، مش مشكلة، أوكي. بس أشوف رَد فعل الجمهور، بدأت أحس إنه بيتفاجئوا والله! وإيه ده! والأغنية دي تمشي مع يعني أنا دي؟ عاملين مثلًا medley حكيم، أوكي. في medley عدوية، أوكي. كده يعني medley أيوه، أيوه. تسعيناتي، فتلاقي إنه كوبليه بيسلّم أغنية تانية، أغنية تانية بتسلّم كوبليه، يعني أنا عاملة مثلًا medley عدوية بدايته موال راحوا الحبايب.
أصلًا، داخل أوكي. على يا بنت السلطان، أوكي. طالع على أغنية تالتة خالص. فهي دي النقطة، لمّا بالاقي الناس مبسوطة من الحتّة دي، أو مش بس مبسوطة، هي بتسمع كذا أغنية لنفس المطرب في وقت بسيط، معمولة حلوة، معمولة إمم. بطريقة مضبوطة، بيتبسطوا، وخصوصًا لمّا مثلًا يبقى اللحن قريب من اللحن. هي دي في يعني طبعًا التوزيع واللحن، إمم، بس في كمان حاجة باحس إنها بتبقى باينة أوي في الmedleys، إن أنت جايب الحتّة اللي هي أصلًا upbeat أو مش عارف إيه بالضبط، في الأغنية، الحتّة اللي أنت عارف إن دي هتبسط الناس هيتفاعلوا أوي، معاها، أوي، وبتكمّل ده بقى بيبقى كل حتّة من كل أغنية اللي هي أعلى حتّة في الأغنية، بالضبط، فأنت هي بتفضل دي، ال6 دقايق حتى لو 6 دقايق أو 10 دقايق بالضبط. أنت فوق. من إيه؟ من إيه والّا إيه؟ من من التوزيعات. ده أنا يا بنت السلطان يالّا بينا. طب ناخد الموال ويا بنت السلطان مع بعض؟ يالّا. طبعًا. يا سلام! خدوا بقى عندكم لحد ما تقولي بس كفاية. يالّا. راحوا الحبايب بقى لهم عام والتاني راحوا الحبايب بقى لهم عام والتاني قادرين على البعد والّا راجعين تاني راحوا الحبايب يا بنت السلطان حملِك عالغلبان دي المَيّة في إيديكِ ومحسوبِك عطشان يا بنت السلطان طب حملِك عالغلبان دي المَيّة في إيديكِ ومحسوبِك عطشان وعلى كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبُص عليكِ يا فروتة وأناناس وعلى كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبُص عليكِ يا فروتة وأناناس واسقيني اسقيني أكتر المَيّة في إيدِك سُكّر اسقيني يا حلوة أكتر المَيّة في إيدِك سُكّر ومحسوبِك عدوية بيحب إسكندرية وكايرو دي بلدي والأمة العربية واسقيني اسقيني أكتر المَيّة في إيدِك سُكّر اسقيني اسقيني أكتر المَيّة في إيدِك سُكّر. والله أنتِ اللي سكر. والله والله أنتم ولاد السلطان كلّهم. طيب هنلعب الله! هتختاري إمم، عندنا 1، 2، 3 هتختاري سؤالين أوكي، ماشي؟ من دول؟ آه، ماشي. يعني اختاري واحد الأول. ماشي، يالّا بينا أهو. أوكي، إمم، قولي إيه السؤال أقول إيه السؤال؟ مين أكتر مطرب أو مطربة underrated في رأيِك؟ آه. 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 لازم نجاوب أوي؟ يعني يُفضّل. مهم. آمم، يودّي في داهية السؤال ده على فكرة. لأ، بس يعني حد حاسة إن هو مش يعني يستحق أكتر. لأ، أصل في كتير، بصراحة، أوكي. في كتير، كتير أوي، أوي. يعني underrated، في ناس يا جماعة عالمية، يعني في ناس بجد صوتها رايح في حتّة تانية. في ناس كانت على فكرة زي فاكرة الأغنية بتاعة اسمها إيه؟ هتيجي. هاقول لِك، سُميّة، فاكرة آه. سُميّة؟ أيوه، أيوه، أيوه. سُميّة كانت ليها أنا فاكرة كان في أغنية كانت جماعة معلّقة معانا سُميّة. آآ بس هي بتغني دلوقتي؟ هي بتغني بس مش ظاهرة على الساحة. سُميّة صوت مختلف آه. جدًا، و و وفي حتّة تانية، وخامة صوت
لوحدها أصلًا لو كانت ساعتها خدت مساحة أكبر، لأ كانت هتبقى من نجوم دلوقتي، لو كانت فضلت يعني ثابتة اه اه على اللي هي فيه. لأ بجد سُميّة أنا لإن هي واخدة حتّة معيّنة، اعتبره ايوه قلب ايوه وراح. اعتبره قلب ولا اعتبره قص جراح وتدلعني. وتدعّلبني بجد اللحن أصلًا ايوه تحفة، وهي خامة مختلفة، زي شيرين كده، شيرين خامة، ايوه وشيرين نجمة وصوت مصر وصوت وطن عربي وحاجات كتير. سُميّة لو كانت فضلت محافظة على الحتّة دي كانت هتبقى هنا جدًا، لإن هي فيها نفس البحة، فيها نفس الحتّة. فلأ، في مثلًا أنا سُميّة كنت باحب صوتها جدًا. آمم دلوقتي دلوقتي عارفة باشوف مين مثلًا. آمم الناس هُم بتوع البرامج، يعني مثلًا المطربات أو المطربين بتوع اللي البرامج. بيطلعوا في ذا فويس او آه. عرب got talent كان او مثلًا في ناس يا جماعة لو كانت خدت حقها كانت هتتخطف في The Voice وArabs Got Talent، حتى لو ما نجحوش هيتخطفوا. آمم برضه اللي عاجباني أوي، أوي، أوي وهي برضه يعني جميلة وصوتها تحفة ويجنن ومختلفة، ونجمة شابة ومطربة شابة حنين الشاطر. اوكي آمم برضه وعملت أغنيتين برضه دلوقتي يعني يمكن بقوا trend، بس لو خدت حقها أكتر من كده و و و واشتغلت على حفلات كتير، ونزلت سوق كتير، هتبقى في حتّة تانية خالص. في ناس كده، في ناس واتحط عليهم spotlight هيبقوا في حتّة تانية خالص، خالص. سؤال كمان. سؤال كمان. إمم، ماشي. باحب دايمًا آخُد اللي قبل الأخير فاهمة؟ ما أعرفش ليه ساعات بيودّي في داهية برضه بس مش مش مشكلة. الأخير اللي قبل الأخير. أكتر موقف محرج حصل لِك على المسرح؟ موقف واحد. بُصّي، هو أنا ممكن أقول لِك موقف لحقته، وموقف تاني كارثة، ماشي؟ الموقف الأولاني كنت باغنّي أغنية حزينة جدًا، 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 وكانت أغنية لرامي صبري أصلًا، ماشي؟ و وأنا قاعدة ف باتفاعل وعاملة كده وبتاع، فجأة شرقت، تمام؟ وأنا باغنّي بقى غلسة منهكة دي، أوي بقى غلسة أوي وباعمل دي. كده وبتاع فموجوعة جدًا، شرقت. أسكت؟ لأ. فلمّا شرقت فصوتي اتغشلق، رُحت عاملة إزاي بالضبط كده، وعملت نفسي بامسح دموعي، لفّيت والله العظيم متأثرة. لفّيت، قعدت أعمل كده، الناس قامت متأثرة. مسقّفة وفاهمة وخلاص، وأنا بقى بالِف بقى للmusicians وباضحك، تجيب لي مَيّة بقى، فاهمة، رُحت بقى جايبة مَيّة وشربت حد يطبطب عليَّ. فاهمة، اللي هو أنا كويسة يا جماعة يالّا نكمّل غُنى، بعد ما خلّصت، إيه يا ميرنا بس اللي مضايقِك، إيه يا ميرنا افتكرت حاجة أكيد. معلش يا جماعة بس والله لو حلفت لكم إن أنا شرقت بس والله smart والله، أنا والله لحقت حركة نفسي، أصل ذكية هاعمل إيه، جدًا. هاشرب وأقعد أكح، لأ هاشرب وأعمل نفسي باعيط بقى فاهمة، وكده. موقف تاني كنت لابسة فستان على مسرح الأوبرا، وكان فستان يعني هو كان waist كده سِنّة، و وفي حتّة أنا كنت لسه يعني قبلها بيوم كنا بنعمل خلاص آخر فتلة الفستان، وكنت حاسة إني مغيّرة عارفة آخر القصة. هو ده فيلم رعب، حاسة. فيلم رعب. فإيه كنا مغيّرين سوستة خلاص، كان في سوستتين للفستان، مش هاتكسف بقى، واحدة في الجنب وواحدة ورا خلاص، عارفة لو اللي ورا كانت اتفتحت كنت هاقول مش مشكلة، عادي والله العظيم، أنا خلاص اللي ورا منّنوا عليَّ خلاص عادي، هيلحقوني يا ميرنا في كذا مش عارفة إيه بتاع، فخلّي بالِك وأنتِ ماشية والحمد لله ما كانش اللي ورا أوي، هو كان لنُص الضهر مش قصة يعني، أمان أوكي، يعني فاهمة؟ أوكي. بس اللي في الجنب بقى، وجمهور الأوبرا كده وفي بنوار في الجنب، فأنا مش عارفة أعمل إيه، وأنا حسّيت بيه، وكنت باغنّي إيه بقى، يا أهل الهوى تعالوا يعني الهوا دي اتفرجوا. بقى الفستان راح ممزوق من هنا فاهمة؟ أوكي. طبعًا بقى يعني كان شكلي منيل، وكان فستان جولد، شكلي وحش أوي، فرُحت كل اللي عملته قبل ما تظلموني اسمعوني فاهمة؟ بس طبعًا بكل الشياكة الناس ضحكت وأنا ضحكت بس بقى عادي ما قلبتهاش بقى اللي هو معلش وخلاص، لأ رُحت ضحكت وبصيت للفستان قُلت لهم ثانية واحدة دخلت زي ما أنا، ولعبوا مزيكا ودخلت كان الحمد لله معايا فستان تاني غيّرته أوكي. وطلعت.
ولا كان واهل الهوا عادي كده. وكملت تاني. ولحقت اهل الهوا ولحقت ورده واتبسطت وهم ناس اتبسطت وكله تمام. الحلقة كانت حلوة ثانك يو يا مريم جدًا، جدا، دي وشكرًا حقيقة. خالص بجد، ونورتينا، ثانك يو يا مريم ومستنيين قوي. بقى الألبوم الحاجات اكيد الرهيبة اللي جاية، اكيد اكيد اكيد. وشكرًا ليكم ونشوفكم في حلقة تانية.